لا الحمد لله عمل ماتش كويس زي ما طلبنا منهم، ضغطوا من اول المباراه، سجلوا هدف بدري وقلنا لو الفرقه دي لو سجلت فيها هدف هتقدر تجيب فيها 2 و3. الحمد لله ربنا كرمنا وعملوا ماتش كويس. فرقه كويسه، بس انا عارف ان هم جايين من السفر النهارده ومش معسكرين اعتقد، يعني دي اثرت على ادائهم، بس انا عارف ان هم فرقه كويسه. الملعب برضه طبعا عشان جيل صناعي هم مش متعودين عليه، فدي انا بستغلها بصراحه، يعني ملعبي بستغله ان انا العب عليه كويس والحمد لله. يعني انا بقول لهم كويسه وربنا يوفقهم. على الاداء النهارده بشكل الاول في غيابات عندنا كتير، عندنا برضه كذا لعيب كانوا عندهم انذار الثاني والكابتن شويه ثاني ما كانش عليهم الانذار الثاني. نحمد ربنا على الاداء النهارده بشكل الاول، لعيبه رجاله والله. كانت برضه في النادي عمده ابراهيم كتر واستاذ نايل وكابتن عبد الناصر والناس بحاجه كتيره مع الفريق. والله الحمد لله على الاداء ونحمد ربنا على المكسب واللي جاي افضل ان شاء الله. صعب الفرق اللي احنا بنلعبها فرقه التغيير مش من اجمل الفرق المجموعه المنصوره. الماتش اللي الدوري اللي كسب سيد المحله الفرقه بتنافس برضه يعني، بس الحمد لله مركزين في الدوري وفي الكاس ان شاء الله، وان شاء الله الماتش الجاي هنكسبه عشان نساعده في والله بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده الماتش كان ملعب سيء جدا، ارضيته ناشفه واللعيبه خدت وقت طويل علشان تقدر تتعود على الماتش والكلام ده، زائد حصل بعض الاخطاء الفرديه كلفتنا 3 اجوال في بدايه الماتش اثروا علينا شويه، انما مع مرور الوقت وعملنا بعض التغييرات في الفرقه ادت الحمد لله لاننا مسكنا الماتش وقدرنا ان احنا نروح للجول، وضيعنا اكتر من 4-5 فرص في الشوط الثاني كانوا مكملين ان احنا نطلع فايزين النهارده، بس في الاول وفي الاخر بنقول الحمد لله وبنشكر كل اللعيبه على مجهودها وادائها النهارده. الناس كلها ما بخلتش باي مجهود، والنهارده برضه دفعنا ببعض الناس الشباب والناس اللي ما كانتش بتشارك من اول الماتشات اللي فاتت، بس النهارده الحمد لله رب العالمين ناس كتير كويسه وعلى المستوى كويس، وان شاء الله يكون لهم دور كبير مع الفريق في الدور الثاني باذن الله. والله النهارده كان عندنا غيابات، جربنا عنصر ناشئ جديد وجربنا بعض المراكز، لعيبه جديده لعبت في مراكز جديده عليها، ريحنا بعض اللعيبه اللي عندها انذارين عشان مباراه سيرس الايام. الملعب غريب على اللعيبه طبعا، ملعب نجيل صناعي، عانوا في البدايه، خطفنا جون اول الماتش في الدقيقه الاولانيه اثر برضه على اداء اللعيبه شويه، وعلى ما دخلنا في اجواء المباراه بدانا نلم نفسنا. النتيجه قربت 2-1، لكن الحمد لله على كل حال، يعني الحمد لله شكرا لله. الحمد لله الحمد لله على الاداء وعلى النتيجه، كل حاجه مكتوبه عند ربنا، ولكن احنا سمحنا اشتغلنا طول الاسبوع، عندنا اصابات وعندنا ايقافات. طبعا احنا بنركز في الدوري هو المهم، طبعا احنا لازم علينا الكابتن ان هو بتاع اللعيب، وادينا اللي علينا في الماتش وريحنا الناس عشان الانذارات زي ما انتم حضراتكم عارفين، وبنمر بظروف صعبه اليومين دول، ولكن ان شاء الله بالتزامنا وانضباطنا هنركز في الماتش الجاي، ماتش سيرس الليان يوم الخميس، اللي كلنا ان شاء الله هنبقى جاهزين، وبنوعد الناس ان احنا هنأكد على الاداء والالتزام والروح العاليه اللي مشينا بيها في الماتشين اللي فاتوا، والنهارده عملنا شوط ثاني على اعلى مستوى بصراحه، تكتيك كويس جدا. الحمد لله ضيعنا اكتر من فرصه ووصلنا، المهم ان احنا وصلنا واجتهدنا وعملنا اللي علينا والنتيجه عند ربنا، وانتم حضراتكم شايفين كان طبعا الملعب جديد علينا شويه، اول نص ساعه زي ما بنقول كده خطفنا في الكوره، ولكن تداركنا الموقف وقدرنا نوصل وضيعنا اكتر من فرصه بالتغييرات اللي حصلت. الحمد لله ربنا كرمنا ووصلنا، ولكن النتيجه مكتوبه عند ربنا. طبعا اللعيبه اللي كانت مريحه واللعيبه الاصابات فرصه بقى ان هي ترجع ان شاء الله. طبعا تريكا كان غايب وعندنا فيكتور كان غايب وابو العلا بنريحه وعبد الله، اللعيبه كلها يعني التيم الاساسي كله مريح، ولكن ان شاء الله هنركز في اللي جاي وبنوعد الناس في نص السيرس الليالي 3 بونت، هي هدفنا ان شاء الله.